السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وكتعجبني نبدا بهذه الجمله ديالي ديما ولفتها صراحه، واخا نبغي نبدلها ما غتبدلش. المهم اليوم فيديو جديد. 3 سيمان ما حطيتش لكم حتى شي فيديو للاسف صراحه، مع العلم انه عندي فلوغ مصورته باش نحطه في الاسبوع الاول اللي كان خصني نحط. ما حطيتوش لانه كان خاصني نمونطيه بنتي مرضات ليا، فما لقيتش كيفاش ندير الوقت وداكشي ما كانش مساعف. من بعد ملي صافي قلت غادي نمونطيه وغادي نحط لا فيديو، وقعوا الاحداث اللي وقعوا في المغرب في بلادنا، فبقيت نتبع الاحداث سواء ديال المغرب سواء ديال زعما هادشي اللي كيوقع اون جينيرال. وما عطاتنيش خاطري انه ما كانش عندي الخطر، باش نجيكم صراحه ما كانش عندي الخطر نهائيا انه نهز الكاميرا ونصور، او على الاقل داك الفلوغ اللي كنت مصوراه ديجا نحطو. ما يعني الكانا ما كانش كاريمون. ف ومن هذا الفيديو انا كنصور لكم والله الا بزاف باش هزيت الكاميرا نصور، قسما بالله بزاف باش نهز الكاميرا نصور. ولدي راه شابه ضحك. المهم أنا الحمد لله انا اليوم راني عطله، فلقيت الوقت انه نهز الكاميرا ونصور لكم هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه واحد الكومونتير. قلت لكم بلي راه كنختار المواضيع اللي غندوي فيهم من خلال الاسئله ديالكم نتوما، فملي ما غاديش تسولوا فكنختار انا الموضوع بيان سور. مي كان واحد السؤال اللي زوين وعجبني واختاريت انه غادي ندوي عليه اليوم، اللي هو هذا كيف ما كتشوفوا لتحت مكتوب فيه انه شنو هي المدن المناسبه للعمل او الاوس بيلدونغ او القريه او بالنسبه للناس الجداد. واختاريت ان شاء الله انه ندوي على هذا السوجي هذا. خليكم معايا من الاول حتى الاخر ونبداو على بركه الله. غادي نعطيكم قائمه لانه انا وجدت صراحه ماشي زعما غادي نهضر معكم سبونطاني. كاين امور اللي فيها رايي الشخصي وكيبقى رايي الشخصي بيان سور، خصوصا بالنسبه للدراسه وبالنسبه للفليغا او سبيلدونغ فليغا. اما بالنسبه للعمل اون جينيرال او للاوس بيلدونغ اون جينيرال غادي نعطيكم واحد لا ليست اللي هي جلوبال، يعني بالنسبه للخدمه وبالنسبه للعيش. نقولوا بلوز او موان العيش، ولا نقولوا بلوز او موان نقولوا الاوس بيلدونغ اللي عنده علاقه بالشركات. فهنا غادي نهضروا ديريكتومون على المدن الكبار، يعني لا مجال للمدن الصغار. مثلا هنايا غوتنغن راه ما فيها الشركات اللي هما كتار، فيها شركات صغارين، يعني ما تيوفروش بزاف فرص العمل بالنسبه للاوس بيلدونغ ولا عقود العمل. يلا كاين هنايا يعني كاين شركات قلال ماشي كتار، يعني اوتوماتيكمون غادي نهضروا على مدن كبار. الناس اللي باغيين عقود عمل بالنسبه للشركات او الاوس بيلدونغ بالنسبه للشركات، فغادي نهضروا على برلين، غادي نهضروا على ميونخ، هامبورغ، فرانكفورت، كولن. جو بونس قلت كلشي لانه مش دايره لي السنه هنايا. دوسلدورف بيان سور، دوسلدورف كما قلت لكم، كولن، برلين، هامبورغ، ميونخ، فرانكفورت وبرلين. هادو هما المدن الكبار في المانيا اللي كيوفروا فرص للعمل في مختلف، ماشي غير في الشركات، في مختلف القطاعات. راه ماشي غير الشركات بوحدها، يعني كتلقاو سبيطارات بزاف بالنسبه للممرضين. كتلقاو يعني بزاف ديال القطاعات اللي غتلقاو فيهم اوس بيلدونغ بكثره. و يعني انا كننصح بالمدن الكبار. وحاجه اخرى اللي هذه كنقولوها رايي الشخصي، المدن الكبار فيها شويه د الحياه واخا هكاك صراحه، يعني ما كاينش فيهم الملل، كاين ما يدار، كاين فين تحرك، كاين سي فري كو الكرا كتقدر تلقاه صعيب. تقدر تلقى الكرا غالي، مثلا المواصلات حتى هي باش تلقى الكرا يكون قريب من فين كاين الاوس بيلدونغ ديالك ولا من فين كاين العمل ديالك، ماشي بحال المدن الصغيره. انا هنا نقدر نقول هادو دي زانكونفينيون بالنسبه للمدن الكبار، ولكن راه المواصلات في المانيا راه كاينين بارتو، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. غير هو الا سكنتي شويه بعيد فضروري كتفيق بكري باش تقدر توصل للخدمه ديالك يعني ولا الاسبيدونغ ديالك في الوقت المناسب وهذا. وبيان سور راه ملي غتقرر فين غادي دير الاسبيدونغ ديالك اولا فين غادي تخدم اولا فين غادي تقرا، راه تيخصك تقلب على كرا اللي مناسب اولا قريب لفين نتايا كاين. والكرا هو المشكل الكبير في المانيا. هذا راه سوجي اخر. الكرا راه مشكل غاف في المانيا صراحه، لانه قليل فاش كتلقى المواصفات ديال الدار اللي بغيتي والسكن اللي بغيتي وفين كتقلب اكزاكتومون. هذا راه موضوع اخر اللي بغيت نهضر لكم عليه بالنسبه للفيديو الجاي، نعطيكم حتى كيفاش تقلبوا على الكرا. فوالا قلنا بان هادو هما المدن اللي فيهم شركات وفيهم زعما فرص. مي الا جيتو تسولوني انا على رايي، انا برلين
ايفيتي صراحه. هي فيها ولكن ايفيتي لانه عمرات بزاف. انا صراحه مشيت لبرلين شي دو فوا تخوا فوا، سورتو ان القنصليه ديال المغرب كاينه في برلين، كنضطروا انه نمشيو ليها كل مره. راه عرفتوا راه كنفضل نمشي ليها في التران، ما نمشيوش في الطوموبيل، لانه راه واحد الزحام بزاف بزاف بزاف. وعامره حتى يعني عامره بالمشاكل وبالناس وهذا. المهم انا صراحه برلين ما ايفيتي صراحه الخدمه والسكن فيها. الخدمه السكن والعيش صعيبه صراحه صعيبه. نقولوا هامبورغ، هامبورغ مدينه اللي مازال ما كتبش ليا نزورها، اتونسيون مازال ما كتبش ليا نزورها، ولكن من خلال داكشي اللي كنشوف هامبورغ مدينه اللي هي زوينه بزاف. كولن مدينه واعره، حتى هي باقي ما كتبش ليا نزورها، ولكن مدينه واعره. فرانكفورت زوينه صراحه، حتى هي صعيبه شويه تقريبا نقولوا بحال برلين. دوسلدورف مدينه هذيك خلاص، المغاربه كاينين مجمعين في دوسلدورف، لدرجه انه كيف ما شفتوا راني صورت لكم ديجا فلوغ في دوسلدورف، جو بونس ماشي في اليوتيوب، في الانستغرام. راه كاين شارع غير ديال المغاربه، كتلقاو فيه كاع داكشي اللي بغيتو. يعني بالنسبه للمغاربه راه ما غيقنطوش في دوسلدورف كاع، هي ودورتموند كاينين مطاعم، حتى فرانكفورت بيان سور وداكشي. مي انا شفت دوسلدورف اللي شفت، مازال ما مشيتش نشوف ندور مزيان في فرانكفورت وداكشي. مي دوسلدورف صراحه راه ما حسيتش بالقنط فيها كاع. فاش مشينا كندورو فيها وداكشي، عرفتي ديريكتومون غادا الشارع ديال المغاربه، كاين تمايا كلشي رايبي جميله مطاعم مغربيه وداكشي. الانسان زعما تمايا ما يحسش بالقنط كاع زعما. يعني دوسلدورف مدينه زوينه، انا بعدا عجبتني. كولن لا ميم شوز. هامبورغ حتى هي. ميونخ ما زدتهاش وما عنديش عليها معلومه، ولكن هي كيقولوا عليها انها كتميز بجو جميل وهادي وما بارداش بزاف جو بونس. مي اون جينيرال نتوما كتقلبوا على فين غتلقاو دي فيغ اكثر، وفين غتلقاو اوسبيلدونغ وفرص عمل اكثر. فهادو هما المدن اللي غتقدروا تلقاو فيهم هادشي اللي بغيتو. بيان سور راه كاين مدن اخرى، ما انا نعطيكم داكشي هو اللي هو زعما جلوبال، فهمتوني؟ جينيرال اون جينيرال. اما بالنسبه للدراسه او للجامعات، ف برلين، ميونخ، هامبورغ، دوسلدورف، دورتموند، أه... ميم هنايا في غوتنغن كاين فيها فرص في الجامعات صراحه. كاينه جامعه الهاف، كاين جامعه ديال جورج اوغوست حتى هي اللي معروفه بزاف، واخا زعما ما تيقولوهاش. وفاش كنت كنقلب ما كنلقاهمش حاطينها من بين لا ليست وداكشي، ولكن بحكم انا ساكنه في مدينه غوتنغن غادي نقول لكم باللي كاين جامعات حتى في غوتنغن اللي هي جورج اوغوست، راه معروفه في المانيا. وجامعه هاف حتى هي كاينه، اللي كيجيو ليها الناس يعني. كيف ما قلت لكم، برلين، ميونخ، هامبورغ، معروفين. جامعة برلين، جامعة ميونخ، جامعة هامبورغ، راه معروفين صراحة. على يعني اي واحد درتي غير ريشيرش خفيفة راه غادي يعطيك هاد المعلومات هادو. ولكن اللي ما غاديش تلقاوهم في لا ريشيرش. الرأي ديال وحده ساكنه ديجا في واحد المدينه صغيره وكندور مره في مدن كبار. انا بعدا شخصيا صراحه تيعجبوني المدن الموين بحال غوتنغن. صافي كيعجبوني المدن اللي ما هماش صغار قريه اولا شي خلا ولا شي حاجه شي مدن صغار بزاف. عاوتاني بحال نورتهايم كاينه حدانا راه صغيره بزاف. كاينين مدن اللي شبه مدينه ماشي مدينه. هادو ما ننصحكمش بهم بصفه نهائيه، ما ننصحكمش بهم نهائيا، لانه واحد القنط كيكون فيهم. المدن اللي صغار بزاف راه واحد القنط كيكون فيهم، واحد الملل. سورتو الانسان اللي كان ساكن بوحدو، ما كاينش مرافق كثيره، ما كاينش فين تقدر تخرج تبدل الجو. الناس كتلقى تما بزاف ديال الناس اللي كبار في السن هما اللي تيكونوا ساكنين في دوك القرى. هي جو تيكون زوين. الطبيعه ما نساوهاش، كتكون واعره، كثرت الغابات وداكشي. هادي يعني الناس اللي كيقلبوا على الهدوء والكالم وداكشي زوين. ولكن بوحدك بلا لا فامي في مدن صغار بحال هادو، ما انا دا شخصيا ما ننصحكمش بهم، لانه الهدوء زوين ولكن ماشي دائما ماشي ديما، خاص شويه هكا وشويه هكا.
المدن الكبار عاوتاني بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الحياه، كاين فين تخرج، كاين فين تدور، كاين فين تسارى، كاين مرافق، كاين بزاف ديال المتاحف اللي ممكن تكتشفهم. يعني وكيكون وحدك ملي كتكون مثلا في دوزلدورف، راه قريبه لك دورتموند، قريبه لك بوخوم مثلا، قريبه كولن حتى هي. يعني مقاربين دوك المدن حدا بعضياتهم، ولا تقدر تشد الدران دوز نهار في هاد البلاصه تعاود ترجع، تمشي تاني دوز الدران في هاد البلاصه تشد تعاود ترجع. يعني كتكون ديك لا فليكسيبيليتي. بالنسبه للمدينه اللي انا فيها اللي هي غوتنغن، ما كبيراش بزاف ولكن فيها كلشي. بالنسبه لي انا كنشوفها فيها كلشي، ومدينه اللي متحكم فيها اي ميم طون ما كتحكمش هي فيا. فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم؟ يعني ما كنقدرش ماشي ضروري مثلا نخرج بساعه قبل باش نمشي لواحد الرونديفو كاين عندي. فهمتوا الكونسيبت؟ يعني الرونديفو نقدر نمشي ليه 5 دقائق 10 دقائق، كنخرج من الخدمه مثلا بكري واحد شي 5 دقائق باش نلحق واحد الرونديفو ونجيب ولادي. فهنايا كنلقى ديك بحال الوقت عندي بيان اورغانيزي. واش فهمتوني؟ هذا هو اللي بغيت نوصل لكم. بالنسبه لي انا كنشوف كنقول لكم غير من منظوري الشخصي، لانه انا عاوتاني ما تنساوش انا هنايا مع ولادي مع راجلي، يعني اون فامي. يعني واخا المدينه ما فيهاش مرافق كثيره فين تخرج وفين تدور. كاين سونتر واحد عندنا في غوتنغن صغير، فيه دو كافي 3 كافي بحال هكاك اللي كاينين في السونتر، كاينين دي ريستو هكا. المهم ما كاينش مرافق كثيره، ما كاينش متاحف كثيره، كاينين ولكن على رؤوس الاصابع كما كنقولوا. يعني المرافق فين تقدر تسارى بزاف في غوتنغن محسوبين على رؤوس الاصابع. ولكن قريبه ليا هانوفر مثلا، قريبه ليا كاسل، قريبه لينا براونشفايغ مثلا. كاين مدن زعما اللي ممكن تمشي ليهم بيان سور بالطوموبيل تمشي دوز فيهم نهار تما وترجع. التران كتكون شي قضيه صعيبه. فهذا مكان بالنسبه لي انا. واش نقدر زعما نمشي دابا نخرج نبدل غوتنغن؟ لا صراحه، الا دعات الضروره القصوى، يعني شي حاجه فوق من طاقتي من الاخر. لانه انا عجباتني هكا وفيها الجامعات. هذه هي الحاجه اللي هي زوينه في غوتنغن، فيها الجامعات. راه غير اونفاس معايا كاينه جامعه ديال السيونس، كاين جامعات ديال ليكونومي. يعني كاين جامعات اللي هما كتار، وكاينين اللي ما كاينينش هنا في غوتنغن، كاينين في هيلسهايم. يعني تقدر تنابيطا وتمشي ليهم وتجي ليهم وداكشي. المهم عرفتوا، راه كنتمنى انه تكونوا فهمتوني شنو كنقصد لكم في هذا الفيديو، لانه كنحس بحال طولت شي شويه. ولكن غادي نجيكم غادي نختصر لكم هذا الشيء من الاخر كامل. المدن الكبرى شنو كتعطيك فرص عمل كثيره، صافي، تخصصات. لانه مثلا في مجال ديال التمريض او لا في المجال ديال البفليكه، راه ما كاينش غير بفليكه وحده ولا غير تخصص واحد، راه كاين بزاف هما. ففي المدن الكبار راه كتلقى تخصصات كتار وكتلقاهم كاينين. ما كضطرش انك تحول لبلاصه اخرى او تمشي لبلاصه اخرى اللي غتقلب فيها على داك التخصص اللي بغيتي نتايا فين غادي تلقاه. وكاين اماكن كثيره اللي غادي دير فيها التدريب ديالك والتطوير ديالك. ويعني ما غاديش تضطر انه كما قلت لكم تقلب اولا تمشي تنقل من هنا لهنا 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 لهنا. ففي المدن الكبار كتلقى فيهم كاع المجالات وكاع التخصصات كاينين. يعني هذه حاجه طبيعيه. والراتب اولا الصالير فتيكون في المدن الكبار في الغالب، يعني على حسب ما قلبت تيكون في المدن الكبار اكثر من المدن الصغار. وعلى حسب الولايات، راه كاينه كل ولايه. مثلا دابا الصالير اللي انا كنشدو هنايا في ولايه نيدرزاكسن راه اقل من ولايات مثلا اللي تابعه اللي فيها دوسلدورف وفيها كولن وداكشي سميت الولايه. ولكن راه هما كيشدوا اكثر، يعني الراتب عندهم كيكون اكثر من الراتب في ولايه نيدرزاكسن مثلا. يعني نعطيكم غير مثال. مجالات اخرين كتبقى على حسب الشركات، لانه كاين شركات بريفي اللي كلها كيفاش باش كيبداو الصالير وباش كتبدا بواحد الصالير معين وانت غادي وكتطلع. المهم هذا هو اللي كاين. بالنسبه للمدن الصغرى شنو كتستافد من المدن الصغرى؟ كتستافد من بيئه عمل هادئه صراحه. مدينه اللي هي هادئه، مدينه صغيره، مدينه هادئه فيها غير الطبيعه، الهدوء، زقزقه العصافير، ما فيهاش صداع، الناس داخلين سوق راسهم. يعني لو كالم داكشي كتلقاه في المدن الصغار. من داكشي انا شخصيا كيعجبني الهدوء خصوصا انه مع ولادي وداكشي. ملي كنخرج كنشوف شي غابه ولا شي حاجه كنجلس كنتصنت العظامي فيها مزيان صراحه. المهم وتكلفه المعيشه في المدن الكبار كتكون اكثر من المدن الصغار. بالنسبه للكرا مثلا، بالنسبه الغلاء في الترونسبور ولا شي حاجه، في التكلفه في المدن الكبار في العيش كتكون اكثر من التكلفه في المدن الصغار. لهذا الشيء الا قلناه راه قلناه باش تسلك بلا ما تسلك كما قلت لكم. راهي كنحاول نوصل لكم الفكره ونشرح
ونتمنى فريمون انه تكونوا فهمتوا. هادشي راه كيبقى قرار شخصي اللي كنت ولا انت على حسب كل واحد شنو بغى. كاين مثلا تيقول انا بغيت نمشي لفليكا مثلا ديال دار العجزه ولا الالتنهايم ولا شي حاجه. راه بيان سور المدن الصغيره غتلقاو فيها بزاف ديال الالتنهايم، بحكم انه المدن الصغار كتلقاو فيهم بزاف ديال الكبار في السن كيسكنوا فيهم، فغتلقاو الالتنهايم بشكل كبير في المدن الصغار. ولكن الا كنتي باغي تخصصات بحال مثلا كنتي تخدم على البسيكياتري ولا شي حاجه، المهم بيان سور خصك تقلب على مدن كبار. المهم انت كتجلس مع راسك وكتفكر مع راسك وكتشوف انا شنو بغيت ندير اكزاكتومون في حياتي. بغيت شركات، بغيت هدف، ضروري غنمشي للمدن الكبار. بغيت هادي بغيت نمشي للمدن الصغار. كنحاول غير نوصل لكم الفكره وصافي. نتمنى انه ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو وتكون الفكره وصلت. خليو لي في دي كومونتير اسئله اخرين على وديت الفيديو الجاي ان شاء الله. انا راه عندي فكره على الفيديو الجاي، ولكن غادي نقرا لي كومونتير ديالكم وغادي نشوف شنو باغيين تعرفوا اكثر وشنو بغيتوني نقلب لكم اكثر وشنو بغيتوني نشرح لكم اكثر. بيان سور حتى انا راني معاكم كنقلب وكنفهم وكنحاول نوصل لكم وكنعطيكم اون فان كونط الراي ديالي الشخصي بحكم شنو كنشوف وشنو كنسمع يعني في قلب الميدان. فوالا هذا كان دابا الفيديو ديالنا. كنتمنى انه يكون عجبكم. ما تبخلوش عليا بلايك، ابونيو الا اول مره كتشوفوا لاشين وبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا. السلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.